سلام. اليوم جبت لكم هاد الحلوى الجزائريه اللي كامل نموتوا عليها وكامل تفكرنا بلونفونس تاعنا. كاين اللي يسميها بساط الريح، كاين اللي يسميها صب الرشراش. اليوم انا جبتها لكم بهاد الطريقه فرديه تجي شابه تري ابيتيسونت. شوفوا لا كولور اللي تحصلت عليها والمقادير تاعها سهله. احتاجيت فيها حبه وحده تاع البيض نكسرها في ان ريسيبيون، نزيد معاها شويه تاع لافاني ليكيد انا استعملت وقرصه تاع الملح، نص كاس سكر، الكاس اللي يرفد 240 مليلتر، وثلث كاس تاع الزيت نعبروا به كامل المقادير هاد الكاس. نزيد معاهم 200 غرام تاع المارغرين ولا كاس ماشي معمر، انا غير باش ما نعاودش نوسخ هذاك الكاس حطيتها ديريكتومون. نحرك كل شيء بلا مغيز غير بيديا حتى اللي نتحصل على خليط متجانس. لا فارين نحتاج 2 كيسان ندخلهم في هذا الليكيد غايه، ونحط الثالث على جهه باش نزيدوه او فور مزور على حساب لا كاليتي ولا تكون تشرب ولا لا. نزيدو معها ملعقتين تاع المايزينا ونص ملعقه صغيره تاع الخميره كيميائيه. هذه هي المقادير اللي نحتاجها بوغ لاباط، مقادير مضبوطه يعطيوكم اكزاكتومون 12 حبه. هنا الخليط راه هذا ليكيد، دونك نزيد الكاس الثالث تاع لا فارين ونبدي نشوف اسكو لاباط صاين طمت معايا باش نجم نشكلها، باش نجم نكورها. سينو تزيدوا نص كاس، دونك 350 غرام تاع لا فارين. لازم نستعمل يديا باش نحس بها باللي سي بون تتكور. شوفوا كيفاش القوام تاعها يكون. ابخي نجيب هاد لو مول هو اللي رحنا ماشي نستعملوه باش يعطينا لا بيل فورم. نحط فيه دي بول تاع لاباط على حساب 30 غرام وننفونسيهم بالظهر تاع الكاس وتفارينيوه باش ما يلصق لكمش بين كل وحده وحده. كي نكمل نحط على حساب ملعقه صغيره تاع لا كونفيتور. انا استعملت مربى صفرجل اللي خدمته معكم، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف اللي مازال ما شافتهاش. والكميه المتبقيه تاع لاباط نزيد عليها ملعقتين تاع لا فارين وندخلها فيها غايه الغايه. شوفوا كيش ولات يابسه، ونجيب لاغاب ونربيها من الجهه الخشينه باش تعطيني هذاك الشكل العشوائي والشباب اللي نحطوه على كل حبه. ناخل امي بكري كانت تخدمها لنا بالرحيوه تاع الخضره هذيك اللي نخدموا بها الحريره، وتعطينا كل واحد سينيه شاك فان دو تريمستر. المعلمين كانوا يستناو غير الكاطو تاعنا والله، وكانت تاعيه بزاف هذاك النهار والله سوفي تانطون، وان شاء الله تسمح لنا. انا ندخلهم في الفور يكون مسخن يطيبوا 30 دقيقه على 180 درجه حتى اللي يكتسبوا هذا اللون الذهبي، ونحمروا لهم الوجه تاعهم غايه الغايه. ديجا شوفوا من تحت كيفاش جاو، وما نحتاجوا لا نقصوهم لا والو. في الصينيه الكبيره وي قصوهم على شكل مربعات. لا ديكوراسيون غير بالسكر غلاس. ولازم نعطيكم ملاحظه باللي خاصهم يباتوا عاد باش ناكلوهم باش يوليو لنا طريين، بويسكو كي نخرجوهم من الفوغ يكونوا عاده يابسين. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ونتمنى تحضروها بويسكو سهله. ما تنساوش تصوروها وتزيفطوا لي فوتو باش نحطهم لكم في الانستغرام.